اتصل بي مرة شاب في تيك توك على بث مباشر، سألني سؤال، قال لي أنا الدنيا انقلبت علي، يقول فقدت زوجتي، طلقت، فقدت مالي وكانت عندي أموال، فقدت وظيفتي وكانت عندي وظيفة مرموقة عالية، وكنت ذكر أشياء كثيرة. يقول سبحان الله كل هذه انقلبت علي. يقول مع أني هذا الشاهد، مع أني والله يا شيخ يقول ما أزكي نفسي، لكني ما أعرف إنسان والله إن لي صدقات ما يعلم بها إلا الله، في الليل أذهب إلى فقراء وبيوت مساكين وكذا وكذا وكذا، مثل عبارتك أنت قلتها. يقول صارت متسكر في وجهي، كل ما فتحت باب نسكر في وجهي، وش فيني أنا وش كذا. فعاد ناقشت نقاش طويل في هالموضوع، لكن فحواه قلت له عبارة حتى وتعجب منها. قلت له شوف، سؤال، لو فرض افتراض جدلي الآن جاءك جبريل من السماء وقال لك يا محمد، اسمه محمد هو، قال لك يا محمد أنا جبريل أرسلني الله إليك في هذه الساعة لأخبرك بخبر، ما هو؟ أن الله يحبك. قلت تخيل، حاول تخيل بس إن جايب جبريل يقول ترى روح قل لفلان ترى أنا أحبه، وش بيصير شعورك يا محمد؟ أقول له ضحك كذا، قال والله يا شيخ أنت الحين قلت، الحين ابتسمت. قلت يا شيخ ممكن تتمنى أنك تموت في ذيك اللحظة عشان تلقى حبيبك، الله يحبك. قال والله هذا شيء عظيم. قلت أجل ترى هذا اللي حاصل يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. انظر لها من هذا المنظار الجميل تخف عليك. فهل يقول لك هذا يقول ليش أنا بالذات؟ يا أخي يعطيك الله الخير، تقول ليش؟ احنا متفقين أن زي ما قلنا من أول وأكثر مرة نقول لا تتمنى البلاء، مفهوم، لكن نزل بك خير لا تحسبوه شر لكم بل هو تأكيد بل هو خير لكم. فأنا أقول لك نعم لا تتمنى، لكن إذا نزل والله إن الله أراد بك خيرا، فهو إما تكفير لسيئات أو رفع لدرجات، وإذا رفع درجات معناه أنه يحبك، وإذا أحبك نم قرير العين. قال الله عز وجل في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا شيخ كل هذا الخير إذا حبك رب العالمين. والبلاء سبب من أسباب حب الله لك، لكن أثبت. والخوف الزايد غلط. يعني ذكرت أنه قد يقول بعضهم خاف أن البلاء إذا جاء يعني يجعلني لا تظن بربك إلا خير، فما ظنكم برب العالمين؟ الله يعني لن يخذل عبده في وقت الشدائد، بس أنت خليك مع الله في السراء وابشر بالخير، والله لا يتركك الله، والله الذي لا إله غيره، أقولها وأنا أجزم بهذا ولا أستثني، والله ما يتركك الله إذا كنت مع الله. أهم شيء خليك في السراء مع ربك، لا تكون ممن طغى وتجبر بعيد، وإذا جاء وقت الشدة بدأ التضرع وبدأ التذلل لله عز وجل.